أهلا بكم في قناة هحكي وما تستغربش. اليوم سنسرق من زمن الفن حكاية فنان وملحن وممثل مصري كبير اسمه عبد العظيم عبد الحق. ولد عبد العظيم محمد أحمد عبد الحق في اليوم الأول من شهر يناير سنة 1905 في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا. نشأ في أسرة عريقة وميسورة الحال. أخوه كان سياسيا ومعه شقيق آخر. رغم ذلك أحب الفن منذ صغره وكان شغوفا بالموسيقى والغناء. حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية وتعلم أحكام التلاوة والتجويد. كان يستمع للحان سيدي درويش ويقلد الأغاني الشعبية في أوقات فراغه. هرب إلى القاهرة ليتعلم الموسيقى وتعلم على يد الشيخ محمود صبح، وتلقى التعليم على يد الشيخ زكريا أحمد. في سنة 1948 التحق بالمعهد العالي للموسيقى المسرحية، وتخرج في سنة 1950. بدأ حياته الفنية بالانضمام إلى فرقة أمين صدقي، وعمل في الكورال بأجر يومي بسيط. تنقل بين الوظائف لدعم نفسه، ثم استقال ليتفرغ للتلحين والتمثيل. ألف نحو 500 لحن ورسم بالصوت واللحن أفضل أيامه، وعمل مع فنانين كبار مثل محمد رشدي وفايزة أحمد ومحمد عبد المطلب وليلى مراد وسعاد محمد. من أشهر الحانه أغنية تحت الشجر يا وهيبة للفنان محمد رشدي، وأغنية وحدة ما يغلبها غلاب لمحمد قنديل، وأغنية في قلبي غرام لمحمد عبد المطلب، وأغنية سحب رمشه وورد الباب لمحمد قنديل. شارك في أعمال سينمائية وتلفزيونية مثل فيلم الإرهاب والكباب، ومسلسلات مثل قصر الشوق بدور عم حمزاوي، ورأفت الهجان بدور الخواجة صروف. وظهر أيضا في زين بركات وعمر بن عبد العزيز. كان يرى أن التمثيل أصعب من التلحين، لأنه يتطلب تجسيد المعنى وإيصاله للمشاهد. رغم شهرته عاش محطات صعبة من التهميش، وظل يبدع ويصنع ألحانا خالدة وصوتا خالدا. توفى في 3 من أبريل سنة 1993. اشتركوا في قناة هحكي وما تستغربش، وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.